حزمة إجراءات إصلاح النظام المالي في البلاد دفعت أهم مجموعة دولية لمراقبة حركة الأموال إلى إخراج العراق من القائمة الرمادية إلى البيضاء. تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتطوير مهارات القائمين على القطاع المالي في البلاد أعاد الثقة بالعراق كقوة اقتصادية دولية. العراق يخرج من القائمة الرمادية إلى البيضاء بخطوة وصفها البنك المركزي العراقي أن من شأنها أن تضع البلاد موضع الثقة من الأطراف الخارجية وتفتح أمامه المنافذ الاقتصادية المختلفة، وهذا ما أكده خبراء في الشأن الاقتصادي. أعاد العراق نوع من الثقة خلاف لما يشاع عن إفلاس العراق. لا بالعكس، العراق لا زال يبيع النفط هناك بشائر بارتفاع أسعار النفط. إذا التعامل الدولي راح يتواصل للعراق، قروض ممكن تواصل، استثمار ممكن أن ينفتح على العراق لوجود ثقة. البنك المركزي وضعه بدأ يعني زيادة إيراداته من عالج مشكلة الفساد العراق. البنك المركزي من حدد مبيعات الدولار. هاي كلها خطوات للأمام تنطي ثقة بالاقتصاد العراقي. السياسة المالية التي يتبعها البنك المركزي وتشريع قانون لمكافحة غسيل الأموال وتطوير مهارات العاملين بالقطاع المصرفي كانت من الأسباب التي دفعت أهم مجموعة دولية لمراقبة حركة الأموال إلى إخراج العراق من القائمة الرمادية. هذه خطوة طبعا إيجابية كبيرة إلى العراق لسمعته الخارجية، الحفاظ على التعاملات الخارجية، وأنه تعكس صورة عن الواقع المالي العراقي. لا سامح الله لو لم تكن هذه الإجراءات من البنك المركزي العراقي لكان العراق اليوم يمكن في موقف صعب جدا في التعاملات الخارجية. وكانت مجموعة العمل المالية FATF وهي أعلى مجموعة دولية قد أخرجت العراق من القائمة الرمادية إلى البيضاء بعد متابعتها حركة الأموال العراقية. بتنفيذه شروط النقد الدولي العراق يستعيد ثقته المالية الدولية مجددا ويخرج من القائمة الرمادية إلى البيضاء ليفتح آفاق مالية دولية جديدة وأهمها الاستثمار. هبة السوداني، العراقية نيوز، بغداد. إجراءات